عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا نعمله النهارده مع بعض اكلة الحلة الواحدة. اكلة سهلة وسريعة ومش هتاخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. الاكلة دي ممكن تكون اكلة صحية وممكن تخليها اكلة عادية، مش لازم تبقى صحية. لو هتعمليها اكلة صحية يبقى انزلي بزيت الزيتون، ولو هتعمليها عادية يبقى انزلي بمعلقة سمنة وحبة زيت. انا عشان هعملها اكله صحيه فهنزل عندي بزيت الزيتون، وبعد ما انزل بزيت الزيتون معايا بصلايه واحده فرماها هنزل بيها في الحله. اشوح بقى البصلايه يا حبايبي لحد ما تدبل، وبعد ما البصلايه عندي دبلت يا حلوين هنزل عليها بالجمبري. معايا طبق جمبري، هنزل بطبق الجمبري على الحله بعد ما البصلايه دبلت واديله تقليبه. سيب الجمبري كده دقيقة بس كده مع البصلاية، وبعد كده ارجع له تاني. هنزل على الجمبري بملح هيمالايا. طبعا لو مش هتعمليها أكلة صحية تقدري تبدليه بملح عادي. وبعد ملح الهيمالايا هنزل بفلفل اسود وهبشر جوزة الطيب. حابة تحطيها حطيها، مش حابة تحطيها شيليها. وكاري. تقدري تبدلي الجمبري بشاورما فراخ. وبعد كده هنزل عليهم بالرز البسمتي بتاعي واديهم تقليبه كده مع بعض وامكسهم كلهم. هنزل بقى بمقدار الميه بتاعي. الرز البسمتي بتاعي عشان حبه طويله فهنزل بضعف المقدار. اتفقنا قبل كده لو الرز البسمتي حبه قصيره هننزل بنفس مقدار الميه، وهزود بس عليه حوالي نص كوبايه. لكن هنا عشان الرز البسمتي بتاعي حبه طويله هنزل بضعف مقدار الرز، ضعفه ميه. هنا انا كنت هنسى احط الفلفل الالوان بتاعي، فلفل احمر واخضر، عشان بيعلي التيست معايا وبيودي الاكله في حته تانية خالص. فانا نزلت عليه واديت تقليبه كده مع الرز والجمبري، وهسيب الرز مع الجمبري مع كل حاجه بقى تستوي كده وتتشرب. بعد كده هنقله على عين صغيره وهوطي عليه خالص واسيب الرز يستوي عادي جدا. مش هياخد ربع ساعة 10 دقايق. وبكده يا حلوين الأكلة القمر بتاعتنا بتكون خلاص خلصت. أكلة كاملة متكاملة طعمها تحفة وكانت حلوة جدا. صدقيني هتلاقيكي بتغرفي طبق بيجر طبق من جمالها. أشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. متنسوش اللايك والشير وادعولي من قلبكم بالخير. سلام.